الكمادات هي أسهل وأسرع طريقة لتخفيف الألم. والسؤال: أستخدم الكمادة سخنة ولا باردة؟ الكمادة الباردة بتدي شعور بالتخدير وبتقلل الورم والألم، وعموما مفيدة للإصابات والالتهابات لمدة أقل من 6 أسابيع. أما الكمادة السخنة فهتحسن سريان الدم وهتقلل التهاب المفاصل والعضلات، وعموما مفيدة للإصابات والالتهابات اللي أكتر من 6 أسابيع. مثلا لو اتكلمنا عن الصداع، في حالات الصداع الناتج من التوتر أو تشنج الرقبة استخدم الكمادة السخنة. أما للصداع النصفي استخدم الكمادة الباردة، وللشد العضلي وآلام العضلات استخدم الكمادة السخنة، وبالنسبة لالتهاب الأوتار وتمزق الأربطة استخدم الكمادة الباردة. ويفضل دايما للآلام والالتهابات الروماتيزمية استخدام الكمادة السخنة. أما الالتهابات وآلام النقرس في الرجل أو في الركبة استخدم الكمادة الباردة. خلي بالك اوعى تستخدم كمادة على جرح مفتوح، وكمان لو استخدمت كمادة سخنة على مكان إصابة حديث يعني وارم أو ملتهب ده هيزود الالتهاب. واستشر طبيبك دايما، لأنه في بعض الأحيان ممكن تكون محتاج تبدل بين كمادة سخنة وكمادة باردة.